السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل النهاردة لحمة كده بالبطاطس ومعاها رز بشعرية. أنا حطيت في الكبة بصل وطماطم وقرن فلفل وضربتهم كويس، وبعد كده دي حلة نزلت بحتة سمنة كده عليها، وبعد كده نزلت باللحمة هتتشوح كده وتشرب ميتها خالص، وبعد كده اروح نازلة بقى عليها بالبصلة اللي هي مضروبة في الكبة ومعاها القوطة والفلفل. افضل اشوح كده في اللحمة لغاية ما تاخد وش من هنا ووش من هنا، وبعد كده انزل ببقية الحاجة. وحشتوني قوي والله، كان بقالي فترة كبيرة يعني تعبانة، ما كنتش بعرف اسجل عشان صوتي. حتى الاكل ده كانت بنتي اللي عاملاه، مش انا اللي كنت عاملاه يعني. بس الحمد لله يعني بحب قوي لما انزل فيديو ارجع ابص كام مشاهدة كام لايك، مين علق لي، كده بحب الحاجات دي قوي كده. يعني بحس ان في تفاعل وان في كده ناس معايا واخده بالها مني. بس الحمد لله يعني على كل حال عدت الحمد لله، لسه شوية صوتي متأثر بس شوية، بس الحمد لله الدنيا ماشية يعني. كده اللحمة هسيبها بقى تاخد يعني وش من هنا ومن هنا، وبعد كده هنزل عليها بقى بالمية. كده هي خلاص خدت وش. الاول حطت البصل ومع القوطة والفلفل وهتشوحهم فيها كويس، وبعد كده بقى تنزل عليهم بمية مغلية عشان اللحمة تستوي. تفضل بقى تقلب فيهم كده شوية. طبعا هي لوحدها اللي كانت واقفة، هي ماسكة التليفون وهي اللي بتعمل الاكل وبتصور وكده، فهتلاقوا الدنيا ايه مش مظبطة قوي يعني. كده بعد ما اللحمة شربت المية بتاعتها نزلت بقى عليها بمية هي كانت غلياها، وهتسيبها بقى لغاية لما تستوي، وبعد كده ترجع لها تاني. كده تقليبة بس كده. كده هي حطت الملح وهتحط كمان فلفل اسمر، بس هم دول ما فيش توابل تاني يعني. طبعا اللون الاحمر دوت مش صلصة، ده هي بس تقريبا قطاية وكانت معاها قرن فلفل فعملوا اللون ده كده. هتقلبها بقى تقليبة، والله كانت طعمها جميل يعني، كانت حلوة قوي. كانت عاملة كمان البطاطس كانت دايبة قوي كده فيها. طبعا انا عارفة ان انتوا عارفين كل الاكلات دي، بس بنفكر بعض يعني بطريقة اكلة كده فيها حاجة بسيطة وفيها اختلاف، بتفرق في الطعم يعني، من ايد لايد كده بتفرق. كده بعد ما استوت اللحمة بقى والبطاطس كانت دايبة خالص، كانت دايبة دوب الصراحة. عملت معاها بقى هي شوية رز بشعرية كده وبألف هنا.